فيديو النهاردة عن واحدة من رائدات المسرح المصري، وتعتبر أول فتاة مصرية تقف على خشبة المسرح في مصر. قبلها كان التمثيل قاصر فقط على العنصر الرجالي، حتى لو الدور احتاج إلى فتاة كان الممثلين الرجال هم اللي بيأدوه. حلقة النهاردة عن الرائدة المسرحية صالحة قاسين. يلا انت اللي عامل زي الحنفيه ده. معلش يا خالة. خالة ينينك انت يا راجل يا مظلوم. انا مدمزاج شريفه عفيفه لسه ما اتجوزتش. حكم انا. انت ما عندكش دم، ما عندكش ذوق، ما عندكش ادب، ما عندكش حاجه. اتولدت صالحة قاسين في القاهرة يوم 18 مايو من عام 1878 في عائلة يهودية. اكتشفها محمود حجازي شقيق الفنان الكبير سلامة حجازي، الذي شجعها على دخول الفن، وبالفعل بدأت مشوارها المسرحي عام 1904 في فرقة الشيخ سلامة في مسرحية ضحية الغواية. انتقلت بعدها إلى فرقة عزيز عيد، ولعبت دور هام في مسرحية الملك ياهوب. ثم انضمت بعدها إلى فرقة الريحاني، وأصبحت الممثلة الرئيسية للفرقة، وبلغ أجرها نحو 100 جنيه ذهبية. وبانضمامها لفرقة الريحاني نشأت قصة حب شهيرة بينها وبين نجيب الريحاني. فقد كانت صالحة في شبابها على درجة عالية من الجمال، وقد قال عنها الريحاني في مذكراته مهجة القلب السيدة صاد. ونتيجة لاختلاف الديانة لم يتمكن الريحاني من الزواج منها، بل تزوج من بديع مصبني وسافر معا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مما جعل صالحة تفكر في الزواج والاستقرار. وقد خاضت صالحة 3 تجارب في الزواج، أفضلهم هو الزوج الأخير الذي طلب منها الابتعاد عن العمل الفني والتفرغ لحياتها الجديدة، ووافقت صالحة، واستمر زواجهما نحو 11 عام، انتهت بوفاة الزوج. عادت بعدها صالحة إلى عالم الفن، وقد تقدم بها العمر لتكتشف أن المسرح يمر بأزمة، وأن معظم الفرق قد تم حلها، لذا اتجهت للعمل بالسينما شأن معظم الزملاء. واضطرت لقبول أدوار بسيطة هامشية تعينها على العيش، مثل شخصية الفتاة العانس والجارة الفضولية والعجوز المتصابية. ومن الأفلام التي شاركت بها صالحة فيلم دنانير، الماضي المجهول، بنات حواء، إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، لوكندة المفاجآت، وآخر أفلامها كان فيلم شهر عسل بصل. وفي عام 1949 وبعد إعلان الدولة اليهودية قررت أختها جراسيا قاسين الهجرة إلى إسرائيل، وعرضت على صالحة فكرة السفر معها، إلا أن الأخيرة رفضت وأصرت البقاء في مصر. ويقال أيضا إنها أشهرت إسلامها، وانحصر دخلها على بعض الجنيهات القليلة التي كانت تحصل عليها من النقابة. ولما ضاق بها الحال اضطرت إلى السكن في حجرة صغيرة في حديقة منزل الفنان جورج أبيض. وببلوغها سن 80 أصيبت بمرض الزهايمر، فكان من الممكن أن تجدها تحدث نفسها طويلا، بل وصل بها الأمر إلى الادعاء بأن النجمة العالمية هيدي لامار تحاول عرقلة مسيرتها الفنية للوصول إلى هوليود، مما اضطر المقربين لها إلى إدخالها إلى مستشفى الأمراض العقلية لترحل عن عالمنا يوم 9 إبريل عام 1964. رحم الله الفنانة الكبيرة صالحة قاسين. رجاء لا تنسوا تفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد. شكرا لكم.